التاريخ هو مراية بنشوف منه الماضي الذي لا يمضي، لأنه غالبا هو المراية اللي بنشوف منها المستقبل. أحداث التاريخ دايما كلاشيهات وسيناريوهات معادة، فلو كنت مستغرب من الدعم الأمريكي للكيان المحتل لفلسطين غالبا هتكون هنا الإجابة: ما وراء بلاد الأمريكان. وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. أمريكا والكيان المحتل الاتنين حرامية أرض وتاريخ وأساتذة تزوير وعمليات قتل وإبادة. 1492 اتحرك المستكشف الإيطالي كريستوفر كولومبوس من ميناء أسبانيا في طريقه للهند في قارة آسيا. وصل وبدأ يتعامل مع الناس، ولكن كان حاسس بحاجة غريبة، وبعد شوية وقت من تعامله أدرك إنه تايه وإنه مش في الهند، وطلع في أمريكا الوسطى وطلعوا مش الهنود ولا حاجة، ولكن بالنسبة له هم الهنود الحمر، وده نسبة إن بشرتهم كانت مايلة للحمر شوية. وكانت أرض الهنود الحمر مليانة خيارات كتيرة جدا وأقوياء لدرجة إن الراجل ده ما كانش عارف يستوعبها. رجع الملك فرديناند الأسباني ومراته إيزابيلا وكلمهم عن أرض الهنود الحمر اللي مليانة كنوز ومناظر طبيعية عظيمة، وإن سكانها وحوش بشرية وعبيد هايلين للأوروبيين. دول طيبين خالص جلالتك ومسالمين جدا، كانوا بيجيبوا لنا بغبغانات وحاجات صانعينها بإيديهم من غير حتى ما نطلب منهم، وإن هم ما يعرفوش حاجة خالص عن الأسلحة، ولو اديت حد فيهم سيف هيعور نفسه هو بيه. ده غير إن الأرض الجديدة دي محطة مهمة جدا، باستكشافها اللي بالصدفة ده هيكون طريق مهم جدا يربطهم بالهند بعيد عن المناطق والطرق اللي مسيطر عليها المسلمين. وهنا كانت نقطة تحول اهتمام الدول دي لأرض الهنود الحمر، واللي اتسمت أمريكا على اسم صديق كريستوفر في الرحلة دي اسمه أمريكو فيستوباتشي. محدش صاحبه يطلع من غير حاجة في الرحلة دي يعني، فخد كولومبوس دعم كبير من دول أوروبية كتير لاستكشاف الأرض الجديدة دي، باتفاق إنه هيكون وصي على كل أرض يستكشفها في رحلته لاستكشاف عالم جديد. المهم يا سيدي ما طولش عليك واللي طولي، أمر الملك وبدعم كامل للتجار اليهود إنهم يصنعوا سفن علشان يغزوا البلاد بلاد ما وراء البحر، فبعتوا طوابير من السفن اللي مليانة رجال وفؤوس وأسلحة علشان يستولوا على كنوز الأرض دي. المهم إن الهنود الحمر زي ما اتكلمت عنهم كتب التاريخ كان شعب مثقف جدا وحضارة كبيرة، وده اللي أنكروه الأوروبيين بعدين. فأول ما اتبعتت السفن اللي كانت هتنهب أرضهم كانوا هم أصلا مستنيين على المواني وفاكرين إنهم ضيوف، وأول ما دخلوا الأرض تفننوا في كل أشكال العذاب. أخدوهم عبيد سخرة وكانوا بيستغلوهم في شغل المناجم بدون رحمة، لدرجة إنه لو كان دخل 8 أشخاص غرفة كان بيطلع واحد بس عايش. الدول الأوروبية التانية ما وقفتش تتفرج، لا شاركت هي كمان في نهب الأرض دي. هولندا وأسبانيا وبريطانيا والبرتغال وفرنسا كانوا شركاء في العمليات دي، ولكن كل قوتهم ما كانتش كفاية عشان ينهبوا خيرات الأرض الجديدة دي، محتاجين عبيد أكتر، فاتجهوا لأفريقيا وأخدوا منها عبيد واعتبروها خزان بشري للعبيد، وخصوصا إن طبيعة أجسام سكان القرية السمراء شديدة شوية. دخلوا أفريقيا الجنوبية وبدأوا ياخدوا سكانها عبيد قسرة عشان يقدروا يكملوا اللي بدأوه بمنتهى الوحشية. ده غير أصلا إنهم أخدوا من الهنود الحمر عشان يكملوا غزو أرضهم، فخلال 400 سنة قتلوا 180 مليون من سكان القارة السمراء، وعشان تهم زي العصيان أو شرب المية أو سرقة العيش أو حتى تقصير في نظافة سفنهم. بدأت حركات هجرة من أوروبا للأرض الجديدة اللي هي أمريكا، وكانت حركات استيطان من طوائف مسيحية، وكانوا بيعتبروا نفسهم في رحلة لتطهير أرض الميعاد من الكنعانيين، واللي اكيد بيفكرك بحاجه كده بخصوص الجماعه التانيين. الاوروبيين في رحله القتل وعمليات الاباده الجماعيه كانوا بينشروا بينهم امراض عمر اجهزتهم المناعيه ما اتعاملت معاها. قتلوا 95% من سكان امريكا الاصليين، واللي كان عددهم زي ما اغلب الاحصائيات اتفقت انهم كانوا 100 مليون. هل تقف سلسله السرقه دي؟ لا، لازم نبرر موقفنا. طلعوا وقالوا عنهم ووصفوهم بأوصاف توصفهم بأنهم همج، وأنهم حتى زمر، وأنهم كانوا بياكلوا بعض حرفيا، وأن ممكن حد ياكل مراته أو أولاده، وحوش بشرية. كل ده بقى كوم، وأكبر كذبات التاريخ إن كريستوفر أصلا هو مكتشف أمريكا. في كتاب للمؤرخ الإدريسي واسمه مروج الذهب ومعادن الجوهر اللي اتكتب سنة 956 ميلادية، واللي بيتكلم عن حد اسمه سعيد الخشخاش، واللي راح في رحلة مع أصحابه لبحر الظلمات، وده كان اسم بيطلق على المحيط الأطلسي لأن الضوء فيه كان شبه معدوم، واكتشف أرض الهنود واللي كانت مليانة كنوز ومعادن غالية جدا. يعني حتى فكرة اكتشاف الأرض كذبة كبيرة. وكمان مش بس سعيد الخشخاش،
ده كمان الفايكنج. اسم غريب مش كده؟ تعالى بالمره احكي لك عنهم. الفايكنج دول جماعه كانوا من سكان النرويج والسويد والدنمارك، وبعدين اسمهم كان بيذكر في كتب التاريخ على انهم النورث، يعني الشماليين. قبل كريستوفر ب1000 سنه كان اول من اكتشف امريكا، ولكن مش بهدف استكشاف ارض جديده ولا حاجه. دول محاربين وثنيين وكانت اعدادهم كبيره جدا، وكانت الحتت اللي عايشين فيها اكبر من انها تلبي احتياجاتهم، فبداوا يتحركوا في رحلات غزو لكل ارض جديده فيها ثروات ومعادن ينهبوها. وطبعا ارض الهنود الحمر زي ما قلنا كانت ارضهم منجم بس. فجم جماعه منهم بقياده زعيمهم ليف اريكسون نهبوا كل اللي يقدروا ياخدوه خلال 3 سنين من ارض الهنود الحمر، لدرجه انهم كانوا بيوصفوا الهنود الحمر على انهم البؤساء، وده مش لاي سبب غير لانهم كانوا مسالمين خالص برضه. وده بالظبط اللي بيفكرنا برحله وصول الجماعه دول على شواطئ فلسطين، والشعب الفلسطيني اللي قلبه طيب كان بيستقبلهم على اساس انهم شعب مضطهد مش حراميه. وبكده تكون فهمت سبب الدعم المطلق من دوله اتبنت على الدم اللي كان بيحاول يمشي على نفس النهج لاقامه دوله. فمن شابه اباه ما ظلم. وفي النهايه لو كنت على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب وكومنت وكمان لايك، ولو كنت على الفيسبوك ما تنساش الشير. انا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.